كده بقى يا جماعة، عملت نص كيلو، جبت نص كيلو من سمك الفيليه وعملته، وعملت بقى سمك شبار حلو جدا جدا، وعملت سلطة خضراء ورز. طب ما تيجي نشوف الوصفة عاملة ازاي. غسلت بقى السمك بتاعي والسمك الفيليه وشطفته كده شطفة تمام، خليته زي القشطة زيكم كده بالظبط اهو. هعمل بقى التتبيلة. معايا قرن فلفل من الأحمر، أنا ما عنديش هريسة شط، بس أنا هعمل قرن فلفل بحاله أحمر وقرنين أخضر اهوت، يعني هنقطعهم كده. معايا بقى راس توم محترمة كده، راس توم كبيرة محترمة. معايا عصير ليمون 4 ليمونات عفوا. معايا الكمون، معلقة صغيرة كده كمون، ومعايا معلقة فلفل اسود، ومعايا بقى عشان اعوض هرسة الشطة نص معلقة فلفل احمر، ومعايا الملح بتاعي معلقتين من الملح صغيرين. معايا بقى اللي انا بحبها، اللي انا مش هقدر استغنى عنها جدا، اللي هي تتبيلة السمك، بعشقها. روحي فيها كده، معلقتين منها كده بقى. انا يعني ده يعني خدت قرن الا ربع من الفلفل الاحمر ماشي، واحط معلقتين كده زيت، معلقتين صغيرين كده زيت، وهضرب بقى الخليط ده كله في بعضه وارجع لكم. بقى الخليط بتاعي اهوت، وهنزل كده شويه صغيرين كده على ايه، يعني مش صغيرين قوي اهو، على السمك الفيليه. يعني انتي قللي الملح وكتري الكمون وكتري من الليمون بقى، بيبقى طعمها حلو قوي يا جماعه. على فكره سيبي السمك كده، ممكن لو حتى نص ساعه سيبيه في التتبيله دي، بتشرب منها وحلوه قوي. ده كده بالنسبه للفيليه. بالنسبه بقى للسمك الشبار، ثواني هاخد حبه كده عشان ما اعكش كله اهو، نخلي دي كده على جنب. هناخد بقى من السمك بتاعنا من التتبيله بتاعتنا، ونقوم حاطين هنا كده، ناخد ونتبل السمك. لو كبير على فكره كان هيبقى اكتر، يعني ايه دول 3 سمكات بالظبط اللي هو الشبار ده. لو كبيره كانت هتبقى القطعيه كبيره شويه. هتبله كده واحطه في البوله دي برده واسيبه نص ساعه. تبلت ده وتبلت ده، هسيبهم لمده نص ساعه زي ما انا قلت لكم. نركنهم على جنب وتعالوا نشوف هنعمل ايه بعد كده. معايا كده حله وشويه زيت صغيرين اهوت وبصلايه، وهعمل بقى الرز بتاعي. هعمل بقى الرز بتاع الصياديه بتاع السمك الحلو اللي انتوا عارفينه اهو. عايزه تعملي البصلايه في الكبه تمام، عايزه تعملها على ايدك زي ما انا بعمل كده براحتي، دي حاجه براحتك. نعمي على قد ما انت قادره اهو. صلوا على النبي بقى. على قد امكانياتي، يعني على قد امكانياتك اعملي. انا عندي بصلايه واحده خلاص هعملها، مش هقف على اي حاجه اللي موجود عندي. لو عملت اي حاجه لاولادك بحب صدقيني بتفرق جدا معاهم اهو. زي ما انت شايفه كده انا بقى بعمل البصلايه بتاعتي، مش هخلي فيها حاجه اهو. قلبي بقى لحد ما البصله بتاعتك تحمر جامد، يعني مش عايزينها محروقه قوي قوي تبقى مرره، لا الذهبي اللي هو الاحمر. من السكر معلقه صغيره يعني من السكر، وهاخد شويه من التتبيله بتاعت السمك اهوت، بتخليها روعه يا جماعه، بتخلي طعم الرز حلو قوي اهو. تكوني غاسله بقى الرز بتاعك زي ما انا قلت لك كده. البصلايه مش تكون يعني محروقه قوي، تكون يعني حلوه، مش انا ما بحبهاش ممرره يعني، اما بتغمقي قوي بتمرر، امال انا بحبها كده. تكوني بقى غاسله الرز بتاعك وتنزلي بيه تبع الكميه اللي انت عايزاها. انا بستخدم اكتر يعني في الرز بتاع السمك، بستخدم كتير. ليه؟ السمك بيحب الرز الكتير. وقلبي كده بقى في بعضه، وهقلب كده اهو. هجيب بقى من تحت لفوق ومن فوق لتحت اهوت لحدية ما اخلط الرز كله في بعض في البصلايه كلها اهو. وهقلب كده لحدية لو في شويه ميه ولا حاجه
انشفه كده كويس جدا. هحط بقى الملح بتاعه، هنزل بقى بالملح معلقتين كده صغيرين من الملح، مش عايزين نكتر الملح يا جماعه. اظبط القعد بتاعك اهو، قلبي كده كويس تاني بالملح كله. انزلي بقى بميه سخنه، بسم الله، ما تكتريش الميه عشان ما يتعجنش معاكي اهو. اظبطي الملح بتاعك كويس واظبطي الميه بتاعتك. قعد الرز غطي عليه بقى ونسيبه يستوي. كوبايه ونص من الدقيق، حطيت كوبايه الا ربع هنا وكوبايه الا ربع هنا، تمام. هنزل بشويه ملح كده، يعني معلقه ملح هقسمها عليهم هما الاتنين، وهنزل في ده كده بشويه من البابريكا وشويه من الكركم، معلقه كده من الكركم، وهنزل هنا بمعلقه برضو من الكركم اهو، معلقه وشويه هنا. انا خلصتها اساسا. وحبه كده من الكمون، حبه صغيرين كده من الكمون، وحبه ايه يعني نص معلقه كده اقل. هننزل بقى في ده. طبعا احنا بنقول احنا حابين نعمله كده عشان ايه، هنعمل له خليط شويه، يعني يكون الخليط ده كده. حطينا حبه ميه تقلت معانا، هننزل كمان بشويه ميه، مش عايزينها تكون خفيفه قوي يا جماعه، يعني اكننا ما عملناش حاجه ونكتر دقيق تاني، لا، يعني واحده واحده وانت بتنزلي بالميه. بسم الله اهو. انا خايفه بس لا تتدلق مني دلقيه اهو. قلبي كده، سنه كمان ميه، سنه بس كده اهو. هنقلب بقى كويس. وخلاص بقى عملت دي كده الخلطه ديت، وقلبت الدقيق بتاعي. هاخد الاول من الفليل اهو، شايفه كده، عايزينها تقيله كده تكون ماسكه على التتبيله اللي تحت. وهتاخدي بقى وتنقلي هنا اهوت، شايفه زي ما انت شايفه كده بالظبط. واول مره اعمل الفاليه دي واجيبه اساسا واعمله على القناه واجيبه كمان، يعني هنفض كده كويس. وعندنا بقى زيت في الطاسه سخن، بس هعمل معاكم كمان واحده اهو. انا مش بحب ان انا اطول عليكم في الفيديو عشان مش يبقى طويل ورخم وتزهقوا منه. صلوا بقى على النبي عليه الصلاه والسلام وحطوا ليا لايك، انزلوا كده بلايك من بايديكم الحلوه ديت، عشان النهارده هنعمل شويه سمك هتاكلوا صوابعكم وراها. اللي هيعملها بجد بجد يعني هيقول تسلم ايديك يا نجو. وانا بحب ان انا اعمل لكم كل حاجه حلوه وبعملها معاكم بحب كده، عشان انا بحبكم جدا جدا في الله، وبحب كل اللي بعلق لي وكل اللي بيعمل لي لايكات، بموت فيه طبعا. وبشكره جدا جدا على الهوا، بشكركم جدا وربنا يخليكم لي يا رب ويجعلكم نعمه في حياتي. انا جبت طاسه والزيت دي كان عندي ومش رميته، صفيته كويس زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل بالسمك بتاعي. طبعا خساره، انتوا عارفين اللي احنا ما بنرماش حاجه. يارا بنتي بتقولي ايه الكلام يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ قلت لها عشان انا بحبهم، بحب ان انا اقول لهم كلام حلو، وربنا يجعلهم كده يا رب نعمه في حياتي. بحبكم جدا جدا في الله. شوفوا بقى، شايفين بسم الله ما شاء الله عليه، عامل زي قطع البانيه، زي القطع الكنتاكي قصدي اهو. هقلبه بقى الناحيه التانية اهوت، واخليه بقى يكمل سواه. شوفوا ناشفه ازاي. هحطها بقى في الطبق واخلص بقى بقيه الكميه وارجع لكم. السمك بتاعي التاني اللي هو ايه الشباب، انا بس معلش مش عرفت اصوره قدامكم يعني عشان مش هطول عليكم. شايفين اهي، يعني بصراحه بتتكلم عن نفسها. الثلاث سمكات عملوا معايا كميه كبيره، يعني حلوه بصراحه، يعني فرطوا معانا كتير، والطعم حلو قوي قوي قوي. جربوا الوصفه والخلطه اللي انا عاملاها، والله العظيم جميله جميله جميله، التتبيله وخلطه الدقيق. خلصت السمك كده، معايا بصلايه ومعايا عودين جرجير وقرن فلفل
و3 حبايات من الطماطم. هعمل معاكم سلطه خضراء بس هتبلها وهتعجبكم جدا. بتاعتي بقى عملتها وقمت جايبه شويه من التتبيله بتاعت السمك نضاف كده وقمت حطاهم عليها وطعمها حلو قوي بجد. سلطه خضراء عادي بالبصل والخيار، حتى لقيت خياره كده عملتها ونص قرن فلفل بس الاخضر، وعملنا طبق سلطه حلو وجميل. فاضل عندي تتبيله اهيت هركنها على جنب وعينها او هنغمسه بها برضو بتبقى حلوه جدا. كده احنا خلصنا السلطه بتاعتنا، وادي السمك بتاعنا اهوت. الرز بقى بتاعي مفلفل وحلو قوي وهغرفه بقى معاكم اهوت. طعمه حلو ووصفه سهله وبسيطه. الغدا بتاعنا النهارده السمك الفيليه زي ما انا قلت لكم وعرفتكم الوصفه بالظبط ازاي اهيت. والسمك بقى الشبار بتاعي حلو جدا جدا ومستوي معايا وطري وحلو خالص. وعملت الرز قدامكم، وادي السلطه الخضراء تتبيله كده من بتاعه السمك. وادي الفيديو بتاع النهارده، ويا رب يكون عجبكم واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفوني انا اسمي نجوى ابراهيم. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد. مع الف سلامه، باي باي.